واش كيتعرف بلي بزاف ديال الصينيين كيحسوا براس عام صيني بدا كيقد هاد البنه التقليديه ديالهم، بزاف كيحسب ليهم هادشي سبب ديالهم هو ان العيالات الصينيات زوجات بنات ومبقاوش يلعبوا دور قوه خافيه اللي كتهز التماره ديال هاد العطله. الا دوزتي شي راس عام مع العائله الصينيه ولا شفتيه في افلام راه ديما كيدوز بحال هكا، بالعطله دا كامله خصك شطاب وجفف مزيان. الناس كيشريو كاع انواع السلعه ديال الايد كيسوقوا الدار، فعطله كل وجبه خصها تكون مقبوله منوعه في بزاف ديال العائلات. هاد الحطمه كامله كيديروها العيالات، بما الرجال كيعاونوا غير شويه. حتى وقت ديال الماكله المراه اللي طيبات كتبقى مسكينه مشغوله في الجميع وفي كوزينه وما كيتلقى حتى وقت باش تاكل. مع التطور الاقتصادي ديال الصين المراه ولات عندها قيمه بزاف، العيالات ولاو خدامين في مناصب مهنيه وبداو كيتساغلوا واش هاد الادوار التقليديه كانت فعلا اختيار ولا كانت غير المفروض عليهم. واش ضروري امراه هي اللي تهز خدمه كامله في راس عام؟ واش ما كاينش طرق سهله؟ النتيجه هي ان بزاف ديال المطاعم دابا ولاو كيقدموا عشاء ليله دراس عام، وبزاف ديال العائلات ولاو كيفضلوا ياكلوا في برا. حتى المنازل كاين اللي كيختار ديليفري ولا كيطيبوا مجموعه كعائله. بهذه الطريقه كلشي كيرتاح وحتى حد ما كيكلام اللي دار الخدمه قتا ولا قل من الاخر. في الحقيقه حتى زياره اقرا في راس عام ولا قليله، شي شباب ولاو كيختاروا يسافروا برا، اطفال حمرين ولاو كيصيفطوا ديجيتال، وتحاني ولاو كيتمشي مساجات ديال جروبات. طبعا الحال هذا التغيير كيطرح بزاف في مدن كبار، اما في العروبيه وجبال التقاليد مازال محترمه ولكن غادي تلقاس حقاش قليل اللي بقى قاد عليها. ايوا السؤال هو واش هاد عطله من ديورا باش كون نرتاح ولا باش نحافظوا على التقاليد؟ خاصنا نعاودوا نفكروا كيفاش عائلات قسموا المسؤوليه. نتوما شنو بانيكم؟